أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناو على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي. شفنا مباراة أمس اللي كان الفوز فيها، أعطينا صور هذه المواجهة للمنتخب المغربي أمام منتخب الإسباني. اليوم تأكدنا أن المنتخب المغربي أقوى منتخب في القارة الإفريقية، يستحق كل التقدير والاحترام لأنه استطاع التفوق على منتخب إسبانيا بهذه النتيجة الساحقة. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب أن نأخذ العبرة منه وجها لوجه. لأقل من 20 سنة عندهم 19 سنة اللاعبين هذو. يفو فيليسيتي لو ماروك لأن لي فيدراسيون يخدموا، حنا واحد ما يخدم ولحقوا ويعطيهم الصحة. الناس تخدم وحنا كيف علاش يا ولدي نحيو لنا قاعد الناس البريكول البرون دو لارجون سي تو خالصين ويديو في دراهم. واحد ما هو في الفوتبول ما في بلاصتو، واحد ما راه في بلاصتو. من بعد الكارثه هذه كاع خسرنا من الفوق للتحت، واحد ما حب يتحرك. كيف تحب احنا نتحركوا؟ ان شاء الله تكون زعزعت حاجه فينا. ايفا هذو لي ايفا، هذه ايفا اللي على جالها كي داوات لاكوب راحوا هما ونيجيريا، حنا ما تكاليفيناش ما لاكوب دافريك. هادو راح يلعبوا الان كاس العالم. صدقني يا سمير كي كنت نشوف المباراه والمستوى تاعها وقارنت بمستوى منتخبنا لاقل من 20 قاعد نفكر، قلت اننا لو نواصل بهذه الطريقه 20 سنه لقدام ما نقدروا نديروا والو. هربوا علينا بزاف، يعني واحد لازم يعترف. على هردوان داروا استراتيجيه، نحاول داروا كما يقولوا بالعاميه النيه، نحاول الفساد بالك كان عندهم ما كانش عندهم واحد الوقت ولا ما عندهمش اموال. داروا سبوا كما يقولوا سبوا، خلاو الوقت يمشي. الان راهم يحصدوا في الالقاب يحلوا لي فرويجي تراباي. حنا سي اون فا ريفير لو ميم بلان افيك لي ميم بيرسون اون فا ابوتير او ميم ريزولتا. الان لازم نحطوا استراتيجيه. الناس كيفاش هما يديروا نتائج حنا ما نديروش؟ مي هما عندهم ناس كفاء، ناس عندهم النيه وداروا واليوم حصدوا. الان ما علينا حنا نديروا لا ميم شوز. هذا ما كان. وكما كتعرف المقابله كانت صعيبه، لاعبين تخاصم كبير. والحمد لله قلت شحال هذه حنا راه المغرب راه شي حاجه كبيره ما كنخافوا من حتى واحد. الحمد لله سمعنا الكوتش وداك الشيء اللي قال لنا طبقناه، وهذا الفوز هذا كنهديو للجمهور ديالنا والشعب ديالنا الكبير والوالدين ولاي واحد فرحان لينا بهذا الفوز هذا. كنشكركم بزاف وديما مغرب. وهو الماتش كنا عارفينه باللي غيدوز صعيب. الحمد لله بعد على الفوز. كنا باغيين نربحوا. الحمد لله هادشي اللي كان باش نقدروا نفرحوا الشعب المغربي، هادشي اللي نقدروا نديروا لهم من اجلهم. الحمد لله الرباح اللي غادي يخلينا ندخلوا بمورال طالع ضد المنتخب البرازيل، وان شاء الله نربحوا الماتش الثاني ونتاهلوا ان شاء الله، والله يسر يا ربي. هادو لي رضوان ولي 9 شهور اللور واش وقع المغرب وراه المشكل؟ هل هاد الناس كانوا يخدموا وحنا كنا نايمين؟ نعم. يعني هنا نقطة استفهام. على من؟ المغرب والجزائر هما يعملوا. الفيدراسيون تعمل، ما تهدرش بزاف، تعمل كيفاش تلعب كرة القدم. خدام، تحس المستوى تاع المدرب يا ناس. هما يحطوا مدرب سي لو بلون تاكتيك يخدم خويا. هما كي سيليكسيونيو لي جوار يجيبوا لي جوار صح، ماشي تاع دير له ستاتيو انترناسيونال باش نروح نبيعوا في واحد البلاد صغيره في اوروبا. لا نو، هما يخدموا لبلادهم. داخل او فون راهي تاكلوا، لان نورمالمون الجيري العلام تاعنا اللي يطلع صح. اوكين رياكسيون على كاع ليميني. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه ما كانش سهله، مي حنايا درنا اللي علينا وهذا هو المهم. كنشكر كاع توت لي جوار اي الستاف، كلشي دار اللي عليه وربي الحمد لله ما خيبناش. وكنتمناو نشوف هذا المسار الصحيح ان شاء الله ونفرحوا كاع المغاربه ونساو هذا الماتش هذا، والماتش الجاي ان شاء الله كونتر برازيل نديروا علينا عاوتاني وان شاء الله نفرحوا كاع المغاربه. اولا الحمد لله على هذه النتيجه اللي درنا، وكنتمنى نكونوا فرحنا كاع المغاربه. وهذه المباراه كنا عارفينها من الاول صعبه، حيتاش خصم ديال اسبانيا هو خصم عزيز عليه كيشد الكره بزاف، وحنايا هادشي كنا عارفينه من البدايه. طبقنا القوانين ديال المدرب سي وهبي، والحمد لله عرفنا نستعملوا دوك المرتدات السريعه، والحمد لله ربي دار اللي فيها الخير. المنتخب الوطني قل من 20 سنه اللي افتتح. تعتبرها مفاجاه ولا لا؟ المفاجاه عندي دابا نقول لك. رجع معايا الديكلاراسيون ديالي انا وياك. انا نقول لك المفاجاه ديالي فين هي الطريقه. والدراري كاع اللي كاينه مفاجاه اخرى، كاينين بزاف المفاجات في هذا الماتش.
حلل وناقش السي فخر. لا ولكن انا في الاول جبت لك انا هذاك قبل ما نخرج من هنا، قلت لي انت اه المجموعه جبت لك انا، قلت لك مزيان تلعب مع مجموعه. بيان سور مزيان لعب مع الاسبان ومع البرازيل ومع المكسيك، مزيان اللهم طلع مع خصوم اللي هي في هذا الشكل. راه المشكل اللي كان مطروح البارح، اول حاجه بعدا خصنا نقولوها في العنوان، المغرب كان كيستحق الفوز. لا بدون نقاش. كنا يمكن نجيو هنا يعني ونقولوا مهم. لولا وحكاو هذا. لا البارح المنتخب المغربي يستحق الفوز باش ما بغيتي، تقنيا بدنيا تدخلات تكتيكمون كونسيرفاسيون دو بال، لي انترفونسيون اللي كانوا عند الدراري اللي كانوا في الدفاع، الوقفة. حارس المرمى طريقه يعني هذه وحده. راه نهضروا على المنتخب الاسباني. بلاتي قبل اسبانيا باش نشرح المفاجاه ديالي فين. مع تلعب السونتر شنو كتوقع انت؟ كتقول لعب مع الاسبان رجعوا اللور ديال فرقه غدير لا كونسيرفاسيون تاك 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 وانت غادي انا بان لي ديالنا داصرين في الاول. وعلاش واحد ساره لا هو ما كتشوفش كنتفرج بان المنتخب الاسباني بساله هادشي فيه شي عروق اللي هي عربيه، ما فيه بعد كيكونوا فيه واحد اللاعبين اللي هما كاين واحد اصول مغاربه. ريان بالعيد ماشي غير هو كيكونوا بزاف. اذا انا اش كنقول انا؟ راه حنا الوقيته اللي كنخرجوا الدراري ديالنا حنا ديال كتساوى الامور، راه ما نكذبوش على راسنا. هزوا 11 من هنايا نديوها تلعب البارح في الاسبان غتخسر 11 من هنا بحالاش 11 لعاب من هنا لوكال البطوله ديال لوكال. بلاتي الزهواني فين كاين؟ غتصلتي حسام الصادق فين كاين؟ لا 4 ياسير الزبيري يلاه الزبيري. فين كاين؟ ولكن 4 3 شوف لا منير 4 3 هذا 20 ما فات حتى شي واحد من هي مصر دابا. نجح أشبال الأطلس في كتابة صفحة جديدة من المجد بعد فوز تاريخي بثنائية نظيفة على المنتخب الإسباني في أولى جولات كأس العالم لأقل من 20 سنة. المواجهة حملت في طياتها روحا قتالية عالية من اللاعبين وأداء جماعيا مميزا أربك الإسبان، وأثبت أن المغرب قادر على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية. هذا الفوز لا يعد مجرد 3 نقاط، بل هو دفعة معنوية كبيرة تعزز حظوظ المنتخب المغربي في التأهل إلى الدور الثاني، وتفتح الطريق أمام إنجاز تاريخي جديد في مونديال الشباب. المجموعة التي يتواجد بها المغرب تعتبر الأقوى على الإطلاق، حيث تضم البرازيل وإسبانيا والمكسيك، لكن بداية الأشبال أكدت أن لا مستحيل أمام الطموح، وأنهم قادرون على الذهاب بعيدا في البطولة. شاركونا رأيكم وآراءكم من خلال التعليقات.